عليكم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبايب قلبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبأحسن صحة وبأحسن حال، وربنا يسعد قلوبكم دنيا وآخرة. النهارده إن شاء الله معانا فيديو حلو جدا، فيديو مشتريات الأسبوع من الخضار. هقول لكم الخضار اللي جبته، هقول لكم الأسعار بتاعته، وكمان معايا يعني سمك كده برضو جبته هقول لكم السعر بتاعه. تعالوا بس نبتدي الفيديو كده معانا ونقول الأسعار النهارده معانا عاملة ازاي. أول حاجة يا بنات جبتها هي الطماطم. الطماطم دي الكيلو ونص ب10 جنيه، كيلو ونص يا دودي ب10. والله كيلو ونص ب10. زي ما انتم شايفين كده هي حجمها صغير شوية، ولكن انا بحب الطماطم اللي حجمها صغير، بتبقى مسكرة جدا وفي نفس الوقت حلوة. في الكيلو ب8 وفي الكيلو ب10. انا جبت الكيلو ونص ب10. ده برضو بفضل ايه؟ بفضل ان انا بلف السوق كله الاول يا بنات، وبعد كده بشتري. مش بشتري من اول حد بلاقيه، ولو لقيت اول حد مثلا وسعره رخيص وحلو ببتدي ان انا اجيب منه. يعني مش شرط برضو عشان انا عايزه اجيب الحاجه الرخيصه فلاقي مثلا هنا ب5 الف السوق كله، لا، ما انا ابو 5 ده بالنسبه لي فرصه، فانا اجيب من ابو 5. طبعا اتمنى تحطي لي لايك حلو كده يا ست الكل، علشان نعمل ان شاء الله مع بعض حاجات احسن واحسن. تعالوا بقى نقول على البطاطس الصغننه دي الكيلو منها ب10. فانا جبت منها كيلو ب10 جنيه. دي بطاطس حجمها صغنن كده زي ما انتم شايفين. في البطاطس التانية دي الكيلو منها ب17 جنيه ونص. ودي يا بنات بطاطس تحمير، طبعا هي البطاطس الجديده اللي هي بالطينه. جبت منها 2 كيلو عاملين 35 جنيه. طب ليه 2 كيلو عاملين 35؟ اولا زي ما انتم عارفين انا بعتمد على البطاطس في اكلات كتيره من منيو الاسبوع، وكمان بعملها سندوتشات للولاد الصبح في المدرسه. جبت كمان ايه تاني؟ جبت كيلو الا ربع من البتنجان، كان عامل 5 جنيه. كيلو الا ربع البتنجان كان ب5 جنيه، لان الكيلو منه يا بنات كيلو ونص ب10. جبت كمان ب10 جنيه من اللفت، حوالي 2 كيلو ونص من اللفت، كانوا عاملين 10 جنيه. في منه كام راس كبيرة كده، ولكن الباقي صغير، وانا بحب اللفت الصغير ده جدا. انا هنا شلت الطينه منه والحاجات اللي هي بتبقى موجوده فيه والعروق وكده، وهبتدي ان انا اغسله واخلله معاكم ان شاء الله. اللفت من الحاجات الحلوه قوي، هقول لك ازاي تخلليه ويفضل معاكي فتره طويله من غير ما يحصل له اي حاجه خالص. و- عفوا. وممكن كمان يقعد لشهر رمضان. طيب جبت كمان ايه تاني؟ جبت البصل من ده الكيلو منه ب22 جنيه، فاخدت ال5 بصلات دول ب20. ال5 بصلات ب20 جنيه، حلوين قوي، افرزهم يكفوني اسبوعين، يكفوني مثلا اسبوع لو هعمل اكلات هستخدم فيها البصل كتير ان شاء الله باذن الله. ناوي اعمل معاكم حاجه حلوه قوي هنستخدم فيها حوالي ربع كيلو او نص كيلو من البصل، هتشوفوها برضو معايا. جبت كمان ايه تاني يا بنات؟ جبت ب5 جنيه من الليمون، كيلو الليمون ب10. جبت كمان 2 كيلو من البطاطا، ودي البطاطا اللي هي البيضة دي اللي زي ما انتم شايفين هي من جوه لونها برتقاني، ولكن هي مش البطاطا البلدي بتاعتنا. دي كانت عاملة كام؟ الكيلو ب5 وال2 كيلو كانوا عاملين 10 جنيه. طيب جبتش فلفل، لان انتوا عارفين ان انا يعني جنب الشغل كده جنب الخضار، فاي وقت بلاقي فيه حاجة رخيصة وحلوة ببتدي ان انا اجيبها. جبت كمان ايه تاني؟ جبت السمك، والسمك ده عشان نعمله غدا بتاع يوم الجمعة ان شاء الله باذن الله، اللي هو المفروض بكره. انا بسجل لكم الفيديو ده يوم الخميس، واللي هو بكره الجمعه اللي هينزل لكم في الفيديو ده يا بنات. الكيلو منه كام؟ ب50 جنيه. فانا جبت كيلو الحجم بتاعه قد الايد، قد حجم الايد كده زي ما انتم شايفين. نضفته وغسلته وحطيته كده في التوابل بتاعته اللي هي ليمون وملح وكمون وشويه من الثوم والشطه او هريسه الشطه، وكان زي الفل معايا الحمد لله. طبعا كده هشيله متبل لحد بكره ان شاء الله في التلاجة، بس طبعا هلفه في ستريتش او هحطه في علبه علشان ما يعملش ريحه في التلاجة بتاعتنا. يلا بينا بقى نشوف الفيديو معانا النهارده فيه ايه، ونبتدي يومنا كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه ده سهره الخميس يا بنات، زي ما قلت لكم عايزين نبدا نعمل سهره الخميس كده لاولادنا، نبدا نعمل اجواء حلوه. فانا ان شاء الله باذن الله قررت بقى الاسبوع ده ان انا اجيب لهم طبق حلويات كده. الحلويات يا بنات اللي انتوا شايفينها في العلبة دي عاملة 35 جنيه، والمقرمشات دي ب10 جنيه، يعني 10 جنيه و35 45 جنيه. عملت سهرة حلوة لأولادي، كان ممكن أقف وأعمل لهم حاجات حلوة كده في البيت، ولكن يعني أنا إيه قلت بدل ما أضيع الوقت لا خلينا كده نشتري من بره. وإحنا كنا لسه قابضين يعني الحمد لله والشكر لله، القبض اللي اتفرتك طبعا واتقسم وتوزع، بس دايما هنقول الحمد لله والشكر لله. ربنا يوسع علينا، وندعي دايما بصلاح الحال لينا ولغيرنا، وان شاء الله ربنا يصلح حوالنا جميعا. هنا كمان كانت مرات بابا مسافره وجات من السفر كده، فجايب لنا الفايش الصعيدي، طبعا حبايبنا الصعايده عارفينه الفايش الصعيدي، وجابت لنا البسكوت بتاع النشادر ده. هي كان عندها فرح اختها كده، ربنا يعني يسعد قلبها يا رب. وكمان جابت لنا كوز العسل، او ناس بتسميه الجلاب زي بقى ما تسموه، طعمه بيبقى حلو قوي. هو عباره عن عسل اسود، معرفش بس هم عاملينه ازاي الصراحه، معرفش
طريقة الصنع يعني، ولكن أعرف إن هو ده عبارة عن عسل أسود، بس حلو جدًا، جدًا. فهي دي كانت سهرة الخميس بتاعتنا، عملنا شاي بلبن، أكلنا بالفايش وأكلوا معاها بقى الحاجات المسكّرة الحلوة دي، وجبنا المقرمشات المالحة دي شوية علشان طبعًا تخفِّف من كمية السكريات اللي إحنا أكلناها. بعد كده هنقول الغدا اللي عملته، بس مش ده الغدا اللي أنا عملته يوم الجمعة يا بنات، الغدا ده أنا كنت عاملاه في يوم قبل كده، بس ليه حبيت إن أنا أنزّله لكم بقى النهارده علشان أورّيكم إن إحنا ممكن بأبسط الإمكانيات وبأقل الحاجات نعمل أكل فاخر من الآخر ويبقى ممتاز وطعمه حلو جدًا. اللي أنتِ بتعمليه ده إيه يا دودي؟ دي حواجي الفرخة يا بنات، أو يعني الهياكل بتاعة الفرخة، عبارة عن كام جناح كده على رقبتين، كنت أنا طبعًا مفرّزاهم معاكم لمّا كنا دابحين الفراخ وعاملينها مع بعض، كان الكيس ده موجود. طيب عملت فيه إيه؟ طلّعته سِبته يفُك، بعد كده حطيت شوية زيت على النار وابتديت إن أنا أنزل بالفراخ بتاعتي أشوّحها. هنعمل شوية شوربة محترمين، مش عايزة أقول لكم هيطلّعوا لنا أكل وشوربة زي العسل. اوعوا يا بنات تستقلوا بأي حاجة مهمًا كانت، حواجي الفراخ دي هتشوفوا دلوقتي الأكل اللي معايا هيطلع شكله إيه. حطيت هنا شوية من البهارات اللي إحنا عاملينها في البيت طبعًا، وحطيت كمان شوية من ورق اللوري، يعني ورقتين لوري، فصين حبهان، بصلاية، طماطماية كده متقطعة مكعبات علشان ندّي بقى الشوربة بتاعتنا طعم ودسامة ويبقى طعمها حلو جدًا. دايمًا حلّي الحاجة في عينيكِ، اعملي الحاجة بحُب صدقيني هتطلع زي الفل، وزي ما قُلت لكم أنا معوّدة ولادي على إن إحنا يكون في كده ويكون في كده، لمّا ييجي يوم أعمل لهم أجنحة وهياكل ما فيش عيب أبدًا ولا يضر حد ولا هيقلل من شأن حد أبدًا، طالما في بيتِك وفي ولادِك وأنتِ معوّداهم على system معيّن، بتتكلمي معاهم طبعًا وبتشرحي لهم الوضع اللي إحنا فيه، مش من باب للطاقة كده إحنا نحط لولادنا كل يوم الأكل ده ونتكلم، لأ إحنا نقعد معاهم كده نشرح لهم يا بنات الدنيا أو يا ولاد الظروف، إحنا لازم نشيل بعض، لازم نبقى إيدينا بإيد بعض، لازم نستحمل، لازم نعدّي، ما حدّش يقول لي الولاد ما لهمش دعوة، لأ ليهم دعوة لإن هم جزء من الحياة، فإحنا لازم نشاركهم كل الحاجات اللي إحنا بنعملها، كل العقبات أو كل يعني زي ما بيقولوا كده التعثُّرات اللي بتمُر بينا، لازم إن إحنا نعلِّم ولادنا إن هم يعدّوها، ليه بقى؟ علشان تطلّعي شخص عنده تحمُّل مسؤولية سواء بنت أو ولد، لمّا يكبروا ويبقى برضه في حياتهم تعثُّرات كده يعرفوا إن هم يحلّوها، اوعوا تفتكروا إن اللي بيحصل لنا دلوقتي ده إحنا بنقول لولادنا ما لناش دعوة بيهم مش هيحصل لهم بعدين، لأ، الحاجات دي وارد في كل زمن وفي كل عصر، فإحنا لازم نكون برضه مخلّيين ولادنا معانا في المسؤولية بتاعتنا. عملنا شوربة لسان عصفور، عملنا رز بشعرية، جِبت كمان يعني كيس من الصلصة طلّعته من الفريزر وقطّعت كده كيلو من البطاطس وحطيت عليه بصلاية واحدة بس، بصلاية واحدة بس يا دودي، آه والله بصلاية واحدة بس، وخدت بقى الأجنحة والحاجات بتاعتي دي وقُلت أحطها فوق البطاطس وانزل بالشوربة، يبقى إحنا الشوربة كده عملنا منها إيه، عملنا من الشوربة صينية بطاطس محترمة، وعملنا كمان شوربة لسان عصفور، وحطيت منها كمان شوية على الرز، وكده كان الأكل معايا استوى، اللهم بارك يا بنات، طبعًا صينية البطاطس أنا سويتها على البوتاجاز من فوق، بس حطيتها على شواية الفرن عشان تاخد لون، وشايفين بقى عملت الفراخ كده معاملة طيبة إزاي، وحطيتها كده ورصيتها بشكل حلو، الولاد عينيهم بتاكل قبل بُقّهم، وعقلهم دايمًا بيصور لهم إن الحاجة اللي شكلها حلو في التقديم أكيد هيبقى طعمها حلو، وهيبقوا عايزين يجروا وياكلوها، وطبعًا هي كده عاملة زي الفراخ المشوية بالضبط، طعمها لذيذ جدًا وحلو جدًا. استفدنا من الشوربة بتاعتها، واستفدنا من اللحم بتاعها، الهياكل يا بنات بيبقى فيها لحم مش ما بيبقاش فيها، يعني الرقبة دي الصراحة بتبقى محمّلة لحم وخاصةً للفراخ اللي أنتِ مربياها في البيت، وخلّصنا الأكل بتاعنا الحمد لله والشكر لله، وكان يوم جميل واتبسطنا، دايمًا باحاول برضه لمّا بيكون عاملة يوم زي كده فيه هياكل أو الكلام ده كلّه، إن أنا أعمل لهم حاجة حلوة ينفع إن هُم يعني تبقى حلوة إيه، تنسّيهم بقى الأكل اللي هُم كلوه، أنتم فاهمين؟ يعني مثلًا ما يقولوش لأ إحنا كلنا حاجات بسيطة أو إحنا كلنا حاجة قليلة، لأ ما ماما عملت لنا حاجة حلوة مثلًا كيكاية، شوية فاكهة أو شوية حلويات، شوية لِب، شوية فشار كده تقعدوا بالليل كده بعد ما تخلّصي المذاكرة ودروس للولاد، تحاولوا على قد ما تقدروا. وبعد كده قُلت أعمل بقى الروتين بتاعي ده كان يوم الجمعة الصبح، يعني ده كان النهارده الصبح كده أول ما صحيت من النوم، قُلت لمّا أخش على المطبخ بتاعي محتاجة إن أنا أدّي يعني الأجهزة كده كل أسبوعين أو 3 باحب إن أنا أدّيهم تنضيفة محترمة كده، عشان أنتم عارفين طول الأسبوع الواحد ما بيعملش حاجة غير إن هو يسخّن أكل أو يطبخ مش عارفة إيه، لكن باستغل الweekend برضه إن أنا باخد ساعة أو ساعتين منه وبابتدي إن أنا أشتغل فيه، وبرضه زي ما اتفقت معاكم لو أنتم حابين تنظموا من دلوقتي الميزانية بتاعتنا، حاولوا على قد ما تقدروا يا بنات تعرفوا كل بند من البنود، علشان برضه جالي سؤال تاني يا دودي أنا ما باعرفش أحوّش وعندي ديون والدنيا معايا صعبة.
حبيبة قلبي، أولًا الديون دي لازم تسستميها، يعني من دلوقتي كده تبتدي تعرفي عليكِ قد إيه ديون، هتسديه إزاي، كل شهر مثلًا هتطلّعي قد إيه وتبتدي إن أنتِ تسدي في الدين بتاعِك ده، بحيث إن هو ما يتراكمش عليكِ ويزيد، لإن الدين يا بنات كل ما كان موجود كل ما بيزيد، فإحنا مش عايزين كده. وبعد كده تبتدي حضرتِك تقسّمي مصروفِك، معاكِ جنيه امشي عليه، معاكِ 10 امشي عليهم، ما تحاوليش خالص إن أنتِ تزوّدي عن الفلوس اللي معاكِ، يا بنات الدنيا مش مستحملة. أنا باقول لكم الشهر اللي فات ده والله العظيم عدّى عليّا الحمد لله والشكر لله، راضية يا ربنا بقضائك وراضية بكل اللي ربنا عمله ومشيت معايا مستورة. فإحنا دايمًا يا بنات نمشي على قد اللي معانا، اوعوا يعني تنساقوا ورا إنكم أنتم تستلفوا أو فيزة المشتريات اللي خاربة بيوت ناس كتيرة دي يا بنات حاولوا على قد ما تقدروا توقّفوها لو أنتم عاملينها، أو تخلّيها للاحتياجات الضرورية، هي مثلًا إنِّك أنتِ عليكِ يعني محتاجة مثلًا تجيبي حاجة سلعة مثلًا زي مضرب، زي مثلًا تلاجة، زي غسالة، زي بوتاجاز، الحاجات دي سعرها بيبقى عالي وما بتعرفيش تجيبيه مرّة واحدة، ده اللي ممكن في حالة واحدة بس أسمح لِك إنِّك حضرتِك تستخدمي فيزة المشتريات، أو إنِّك تستلفي من نَفْسِك. ومعنى إيه أستلف من نفسي، يعني أنا مثلًا فيزة المشتريات أقدر إن أنا آخد مثلًا منها 1000 جنيه، هاخد 1000 جنيه عشان أكمّل الشهر بتاعي، لمّا ييجي ال1000 جنيه دي في إيدي يبقى لازم أحطها، ولكن دي ما بتبقاش مضمونة أوي لإن إيديكِ بتروح على أكتر وأكتر وما بتعرفيش تسدّي بعد كده، فأنا عشان كده بانصحكم نصيحة لوجه الله، دايمًا والله يا بنات الحاجات اللي باطلع أكلّمكم فيها من واقع تجارب أنا شايفاها في الحياة، من واقع ناس قدّامي، من واقع أنا كمان كنت في فترة من الفترات باعمل كده، لمّا لقيت الموضوع بيبقى صعب معايا ولقيت الديون بتتراكم ولقيت الموضوع بيفلت منّي، فحاولت بقدر الإمكان إن أنا أقدر أسيطر على نفسي، أمسك نفسي، أحاول أغيّر من العادات بتاعتي والحمد لله والشكر لله، يعني إلى حدٍ ما جايبة نتيجة برضه والدنيا معانا كويسة، طول ما ربنا ساترها معانا وطول ما هي ماشية بالستر كده وولادنا كويسين حوالينا وبيوتنا مستورة، فالحمد لله والشكر لله. عايزة بقى أقول لكم على حاجة أو آخد رأيكم في حاجة يعني، بالنسبة للsticker يا بنات اللي هو الأندلسي ده اللي هو الأحمر اللي أنتم شايفينه ورا الرخامة ده، هل شكله حلو والّا مُزعج بالنسبة لكم أشيله؟ أنا بييجي لي تعليق كده في كل كام فيديو متابعة حبيبة قلبي بتقول لي: "يا دودي اللون ده مغطي تمامًا عن اللي أنتِ عاملاه في الصورة." فأنا برضه عايزة رأيكم أشيله والّا نستنى على التغييرات بتاعة شهر رمضان إن شاء الله بإذن الله ونبقى نشيله مع بعض، يعني إيه هاستناكم كده تقولوا لي الدنيا معاكم فيها إيه. وبعد كده دخلت على البوتاجاز بتاعي وطبعًا ده روتين تشجيعي كده تحفيزي، تقدري حضرتِك تاخدي دلوقتي كده التليفون في إيديكِ وتعملي لِك كوباية شاي وتبتدي تضبّطي أي حاجة وراكِ عايزة تتضبّط. أنا عايزة أقول لكم إن أنا يعني قاعدة دلوقتي وأنا باسجّل لكم الفيديو في وسط مملكتي الجميلة الأوضة بتاعتي، كل الهدوم الشتوي على الأرض، يعني أنا نِفْسي آخُد دفعة كده إن أنا أقوم أعملها، بس إن شاء الله بإذن الله هاقوم أعملها، الهدوم الشتوي بتاعتي أنا مش بتاعة ولادي، بتاعة ولادي خلاص أنا خلصت منها، وإنما بتاعتي أنا مطلّعاها وقاعدة قدّامها كده مش عارفة أجيب لها مكان منين ولا أحطّها فين. فالحمد لله والشكر لله طبعًا على نعمة إن إحنا عندنا هدوم ونعمة إن إحنا عندنا صحة تشيل الهدوم دي، الحمد لله. أنا باشتغل بإيه يا بنات دلوقتي بكلوركس ألوان، وأنصحِك نصيحة برضه إن حضرتِك تستغني عن كل المنظفات اللي بتستخدميها سواء ملمع ستانلس أو سواء مذيب دهون أو سواء ملمع أرضيات، بكلوركس الألوان تحفة، 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 سواء الألوان أو الأبيض. طب أنا ليه باحب أستخدم الألوان؟ علشان الألوان لو جه على هدومي مش هيحصل لها حاجة، لو جه على فوط مثلًا مش هيحصل لها حاجة، وإنما الأبيض لو جه على الفوط وهي ملونة هتبيض معاكِ، لو جه على هدومِك وأنتِ مثلًا مش واخدة بالِك هيبتدي الهدوم تبقّع معاكِ كده وتبقى لونها أبيض، علشان كده إحنا بنستخدم الكلوركس الألوان، ولكن هو ممتاز جدًا لو جبتِ لِك كيس ب12 جنيه ممكن كلوركس يبقى مقاطعة دلوقتي، فإحنا نجيب كلوريل الألوان يا بنات، كلوريل الألوان، أنا الحاجات اللي باستخدمها لو أنتم شايفينها إن هي تبع المقاطعة كل دي كانت موجودة عندي قبل كده، أمّا أنا دلوقتي كحاجات جديدة اشتريتها أنا لسه ما اشتريتش أي حاجة للبيت، لمّا اشتري إن شاء الله برضه هاقول لكم، أنا عارفة يعني سامعة إن فتح الله عامل عرض النهارده الجمعة وامبارح الخميس وبكرة السبت، في عروض فيه بنُص التمن، فأنا هاروح النهارده واشوف الدنيا فيها إيه، أنا محتاجة شوية حاجات كده هانزل بإذن الله واجيبهم واقول لكم برضه على الأسعار بتاعتهم، بس أنا حبيت أدّيكم فكرة عشان اللي حابة إن هي تنزل فتح الله وتشتري حاجتها تشوف الموضوع عندها فيه إيه، أهم حاجة قبل ما تنزلي افرزي الحاجات اللي موجودة عندِك، اعرفي حضرتِك محتاجة إيه، نحاول على قد ما نقدر يا بنات بالنسبة لحبايبنا اللي مطروح في سوبر ماركت اسمه أولاد العربي، هو موجود ورا الشعشاعي اللي في عَلَم الروم، بيبيع كيلو السكر ب29 جنيه.
كل فرد ليه كيس واحد. وبالنسبة لفتح الله عامل كيس السكر ب27 جنيه برضو، وكل فرد ليه كيس واحد. حبيت اقول لكم ليه ده عشان لو في حد بيتابعني من مرسى مطروح ومحتاج ان هو يجيب سكر او كده يبتدي ان هو يجيب. تقدري تاخدي جوزك مثلا وابنك الكبير بس ما يكونش صغير وكده، وتروحي تجيبي اكياس مثلا كيسين 3 على حسب احتياجك بتاع الشهر. احنا ما بنقولش نخزن، ولكن احنا بنقول نجيب احتياجاتنا الشهرية. انا دايما من ضمن يعني من الحاجات اللي بحب اقولها لكم ان انتوا تجيبوا احتياجاتكم الشهرية، ونحاول على قد ما نقدر يا بنات دلوقتي اي خزين هنلاقيه من الشهر ده. انا بادئه طبعا من شهرين فاتوا، ولكن حضرتك من الشهر ده اي خزين هتلاقيه عندك ابتدي شيليه لشهر رمضان ان شاء الله باذن الله. وكل شهر تجيبي الجديد، دخلي الجديد مكان القديم وطلعي القديم. ده هيفرق معاكي جدا علشان ما يعني ما نضيعش نفسنا. وشهر رمضان ما حدش يقول الايام بعيده، اللهم بلغنا رمضان. لا فاقدين ولا مفقودين، وانما الايام يا بنات بتجري بسرعه جدا. يعني هتبصوا تلاقوا شهر رجب جه وشعبان جه ورمضان جه، يعني مش هتحسوا كده امتى، لان رمضان ان شاء الله باذن الله هيبقى في شهر 3. واحنا خلاص كل سنه وانتم طيبين. السنه الجديده فاضل لها شهر ان شاء الله باذن الله وتبتدي معانا. بعد كده خلاص خلصت الرخامات وخلصت الحوض وخلصت البوتاجاز، دخلت على الارضيه كده قلت لما اديها كده تلميعه. ده دايما اللي انا بحب اعمله، اكتر حاجه بحب احط ايدي فيها او تلاقوا ايديا فيها اصلا هي المطبخ. لان طول ما مطبخ ست البيت والحمام بتاعها نضاف اعرفوا وتاكدوا مليون في الميه ان بيتها هيبقى نظيف. انما لو المطبخ مش نظيف والحمام مش نظيف مثلا وطالع منه ريحه اعزكم الله، هتلاقوا الدنيا باظت معاكم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه حتى لو معلومة بسيطة. بحبكم جدا، بشكركم جدا على وجودكم في حياتي. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة حبايب قلبي.